السلام عليكم ورحمة الله. الترجي التونسي ينهزم 1-0 ضد سان داونز في جنوب افريقيا. كي تشوف النتيجة، تو نحكيهم بعد على اللقاء والمجريات والمردود. كي تشوف النتيجة 1-0 تعرف اللي الترجي ينجم يرجع في النتيجة بصراحة في رادس. دونك ماهيش نتيجة سيئة، مش نقول لك إيجابية، لكن 1-0 الترجي وتاريخ الترجي التونسي ينجم يرجع بصراحه في النتيجه هذيا. وخاصه كي تشوف سان داونز اليوم كان الفريق هذايا شنو هي المشاكل نتاعو الموجوده، وخاصه في نسخه كاردوزو. يعني تقول ترجي مازال ينجم يرجع في النتيجه وينجم يترشح. لكن نقعد بالنسبه لنا الشوط الاول ترجي دخل نوعا ما بخطه 4-5-1، يعني عبى وسط ميدان الترجي التونسي. الفكره ماهيش سيئه من الاول، لانه فكر الترجي التونسي اللي سان داونز اللي هو باش يطلع الى الامام، باش يكون يعني خطير في وسط الميدان. لكن زاد انا نلوم زاد الفريق نتاع الفيزيوناج نتاع الترجي، علاش ما شافش سان داونز في المقابله الاخيره. زاد الناس اللي ما شافوش الفيديو نتاعي ينجموا يشوفوه بتقنيه الفيديو، كيفاش وريت مشاكل سان داونز. اي كره في الظهر وريت لي سان داونز عنده مشكله في الحاله الدفاعيه، اي كونتر اتاك راهم يعني ينساو رواحهم الاظهره نتاعو. قلت راهو المحور راهو يغلط برشا. قلت اللي هو سان داونز ما عادش النسخه الرسميه نتاعو كما نعرفوها قبل. لكن تو نحكيو نحن بشويه. دونك الترجي التونسي بالتشكيل دخل بها كانه عاطي الكره لسان داونز، قالوا تفضل انا باش نلعب الحاله الدفاعيه في بلادك. لكن سان داونز فاجأنا بالمردود نتاعو. ما فاجئنيش انا 100%، لكن زاد كثر لها بصراحه اليوم كاردوزو بالخوف ضد الترجي. نوعا ما يلزمك تاخذ الحذر. لكن الموضوع بالنسبه لكاردوزو كي حكيت عليه عامين وانا نحارب في العباد، كل مره يخرجونا هاو فيلسوف هاو حاله دفاعيه. يا اخي اليوم سان داونز في الحاله الدفاعيه صفر، لا في الكونستركسيون دو جو يعني في الحاله الهجوميه كيفاش تطلع بالكره، والا في الكونتر اتاك مش قاعد يعرف يتعامل مع اللاعبين نتاعو. وفي الحاله الدفاعيه جوارات تفك من غير كوفرتور. دونك بالنسبه كاردوزو كيما نقولوا فتق كانه يعني هلك فريق سان داونز. دونك علاش ما نقولوش الواقع؟ دونك كي نحكيو نحن على مدرب ولا اللاعب ما نبداش نتكلموا بالعاطفه. دونك بالنسبه للترجي منع وحسنا فعل كي خرج كاردوزو. تشوف انت كيفاش كانت سان داونز كيفاش تلعب، شوف اليوم كيفاش تلعب. يعني حتى الثلاثي الهجوم اللي كان ريبيرو وشالولي وغيره حاتهم القدام مراميهم. يعني انت كي تلقى البلوك كما ذاك على الاقل الاجنحه يدخلوا شويه وسط الميدان باش ينجموا يدخلوا اونت ليليني، باش وسط الميدان كما موكوينا والاند نتاعهم يلقاو حلول. دونك يعني ظاهر فكر كاردوزو يلعبك جو ديريكت جات ولا ما جاتش، يلعبك على اخطاء الفريق المنافس. هذا بين قوسين نقعد مع الترجي التونسي. الشوط الاول ربما ما نلومش برشا الترجي اللي هو دخل بالخطه هذيا. نوعا ما اللوم كان البوست نتاع البليلي كي يكون على اليسار يكون اخطر، البليلي يلقى راحته خير. خاطر اللوم انا زاد توظيف اللاعبين. تو الكنزاري كي جاء بشده كي حب يشد الترجي، ما يلزمكش من نهارتها تبدا تفكر شوف اش صار في الترجي قبل مع ريغي كامب. خاطر البليلي لعب من لقاء ولا زوز كاتاكون، يعني كمهاجم راس حربه ما ينجمش يلعب البوست هذيك. البليلي يا يدخل وسط الميدان فريمون وسط الميدان وقتها كديس، وقتها يعمل لك الباسات يمين ولا يسار. اما كي باش تلعبوا في الحاله الهجوميه بليلي ما يحبش الوقفه هذيك، يتقلق برشا. باش تقول لي انا حطيت اجنحه مكوينه وساس باش يرجعوا، التالي تنجم تنبه عليه البليلي. تنجم انت على كل حال طريقه انت خسرت البليلي كجناح وخسرت كلاعب اخر كما الجبري او لاعب اخر او كمكوينه هو اللي يكون راس حربه. دونك بالنسبه لي انا يعني الترجي من الحلول الهجوميه كانت مفقوده. تو نحكي علاش زاد اكثر ظهرت في الشوط الثاني، لانه الشوط الثاني سان داونز حب يسجل. كي حب يسجل طلع اكثر الى الامام، خلى مساحات، وهذا في صالح الترجي التونسي. حكيت على ريبيرو رقم 10 لاعب ممتاز، وهذا اللي لمته على كاردوزو كيفاش اللاعب هذا تخليه كجناح وتخليه لاصق غادي يعني ستاتيك. يزمو يدخل اكثر اللاعب هذا وسط الميدان باش يعطي اكثر حلول، باش يمس كور اكثر. لانه وسط ميدان نتاع سان داونز يعني ما عندوش حلول برشا، واقف يتفرج يحب يلقى كان لي ترو، والترجي واقف نوعا ما صحيح. لكن من بعد يعني الخطا تو نهبطوا بتقنيه الفيديو، الخطا اللي صار في وسط ميدان الترجي وفي محور الدفاع والظهير الايمن. تو نحكي من بعد نهبطوا بتقنيه الفيديو وقتها توضح الرؤيه قدام العباد كيفاش وشنو الاخطاء، شكون متسبب في الهدف هذا اللي تسجل ضد الترجي التونسي. لكن نقعد في الشوط الثاني الترجي التونسي ما نجمش يرجع، ما نجمش يصنع الهجوم، ما نجمش يعني يجيب
يجيب كور رغم انه فما سرعه على محاله في مكويناه، وكان ينجم ساس يدخل اكثر وسط الميدان قبل ما يقعد ميت على اليمين. هذه التوظيف اللاعبين اللي قلت على الكنزاري، كي تجي انت باش تريني الترجي يلزمك تاخذ بيلون كامل على اللاعبين، كيفاش ساس كيما كاردوزو قاعد نحارب فيه عامين كيما ساس ما ينجموش يكون الي، يلزم كان تحب تستغل ساس يدخل اكثر وسط الميدان تخليه على الاقل جوكر. دونك انت بالنسبه لك انت اليوم الهجوم تاع الترجي التونسي مش موجود لانه توظيف اللاعبين يعني كان خطا، و كان باش نحكي امور فرديه في الشوط الثاني. يعني كي طلعت عليك سانداوز وفما مساحات وانت ما نجمتش تلعب، علاش؟ لانه لاعبي وسط ميدان تاع الترجي التونسي ما عندهمش امكانيات في حجم الترجي. خاطر انا كي حكيت قبل لمحل القنيشي هنا خلطت خلوط، وما نجمش نلوم برشا القنيشي رغم انه ما كانش في الفورمه نتاعو القنيشي اليوم. ربما اللاعب هذايا في كاس افريقيا يكون اكثر في محور الدفاع، خاطر الظاهر يحب يلعب على ضربه واحده، يحب يلعب الكرات الهوائيه فقط. ربما القنيشي مش اللاعب اللي ينجم يدور بالكره ويطلع بها ويربحك في المساحات. بالنسبه لاوغبولو قلت عليه ديما اللي هو لاعب عادي. يعني انا ديما كي نحكي على لاعب اترونجي نحكي على لاعب يعني كما تقول انتم كوليبالي ولا فرانكوم، والا اللاعبين يربحوك مساحات ويعرفوا وقتاش يضربوا ويعرفوا وقتاش يقفوا. يعني اوغبولو ظهر اليوم للاعب عادي جدا تاع بطوله تونسيه. دوك ما تقوليش غدوه يلعب ضد تطاوين وضد مستقبل جربه تجي تقول لي ما ملاعبي. دونك لاعب عادي جدا، يعني فك وطيش ولا ما نعرف شنو، فك نابورت كوا. دونك ما فماش يعني هذوما البيفوات اللي باش يصنعوا الكره يطلعوا بها، يعني يفتقد الترجي. ما لقاش شكون يطلع من وسط الميدان اكل باسك النظره الكبيره بتاع 30 متر يعاونك في اللعب، هذا ما فماش. دونك ما فماش امكانيات. حتى كوناتي نفسه اللي هو عنده امكانيات كبيره، لكن كوناتي من لاعبين كما قلت هو ان دوزيام بيفو، يا بيفو يا دوزيام بيفو. ما ينجمش كوناتي يكون قدام، يعني يكون اونتر ليليني، يعني كانه صانع العاب. كوناتي كي يكون مش في فورمه على الاقل عاون وظف اللاعب صحيح كدوزيام بيفو، يعرف يفك ويعرف كذا ويعطيك اللمسه السهله، على الاقل تخرج الكره سهله على الاقل من وسط الميدان. لانه كوناتي وين ياخذ الكره يعني في بلايص معينه كبر عليه اللعب، كبر عليه الطرح بحكم يعني ربع نهائي وبحكم سان داونز وبحكم كثير من الاسباب و18 سنه واكسترا، خلى كوناتي كانه يخرج رغم التكنيك الموجوده نتاع كوناتي. بالنسبه لي انا ثلاثي الهجوم كما قلت البليلي وساس ومكوينا، يعني مكوينا يعني فما تسرع كبير من هذا اللاعب، مش قاعد يتطور. مكوينا كي يدخل 18 متر لاعب مهاري، لاعب سريع، يعرف وقتاش اكسيلاري وقت لا، رغم انه الكلام هذا ما صارش 100%، لكن يعني كان نوعا ما مع الظهير الايمن نتاع سان داونز كان نوعا ما فما خاطر الاخر يعرف يرجع، يعرف يقف، يعرف ايش اكسيلاري معاك، يعني لاعب ذكي. هذاك علاش مكوينا ما لقاش روحه 100%. مع الوسط الميدان مش قاعد يعاون في الهجوم 100%. على كل حال ترجي في الشوط الثاني وقف، ما نجمش يصنع فرص، رغم كل مره تحس الترجي نجم يمركي. علاش؟ لانه سوء توظيف لاعبي سان داونز، لانه فريق سان داونز هش، لانه فريق سان داونز خايف برشا من الترجي، لانه كاردوزو هلك النسخه نتاع سان داونز. على كل حال بالنسبه لي انا حتى دخول جبالي ما كانش حاسم، لاعبي الترجي يفتقدوا في وسط الميدان الكاليتي، هذا لا شك فيه. دونك بالنسبه لي انا يلزم الكنزاري يراجع حساباته مره اخرى، وكي يكونوا عندك ملاعبيه على الاقل في البلايص نتاعهم على الاقل تخليهم، يعني يعني نقطه القوه نتاعك ما تردهاش نقطه ضعف بتبديل اللاعبين، تولي الامور مش واضحه. اليوم بوشنيبه واللي حكيت عليه قبل، هل بوشنيبه احسن من بوزيان؟ يعني باش تقول لي بوزيان في الحاله الدفاعيه انت ما جربتوش، وانت ظهر بالكاشف اليوم ساس حتى كي يرجع في الحاله الدفاعيه جوست تقف صحيح تولي وقفت راهو. دونك في الكره الافريقيه مش تلعب ضد برشلونه باش يدخلوك بليزين دو وغيره. دونك انت يعني واحد كما بوزيان يربحك في لي سونتر ويربحك في العرضيات الكل. بوشنيبه اليوم اللي سونتر كل غلطين، بوشنيبه ما نجم يعمل حتى شيء يعني هو كل شيء باش تقول عمل سونتر في ماتش من بعيد في الشير التوش. اخي انت تلعب في لاعب على حتى حتى بن حميده اليوم لاعب شو نقول لك ممكن في الحاله الدفاعيه مش خايب، رغم انه سان داونز مش الفريق الكبير، لكن ما يساعدش القدام. كي يكون لي راقد حتى بن حميده يكمل يغرق معاه. دونك ككل دونك الترجي التونسي الهيبه الترجي هي اللي خلت اليوم الترجي يخرج 1-0. اعاده نظر، الترجي ينجم يرجع في اللقاء، الترجي ينجم ينتصر، ينجم يترشح ان شاء الله في دوما، يرجع باذن الله في الجمعه الجايه يترشح ضد سان داونز. نحكيو ولكل حادث الحديث. السلام عليكم ورحمه الله.